لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعودية تهز الأردن منذ قليل بهذا الخبر المحزن جدا لكل الشعب الأردني. توفي سائق شاحنة أردنية اليوم الثلاثاء في منطقة شعاب نصاب في المملكة العربية السعودية. وقال مندوب السفارة الأردنية في المنطقة الشمالية في السعودية هيثم خطاب إن الحادث وقع قبل الإفطار بساعة بسبب فقدان السيطرة على الشاحنة، مما أدى إلى وفاة السائق. ويبلغ سائق الشاحنة من العمر 64 عاما، فيما تتابع السفارة الأردنية إجراءات نقل الجثمان من مستشفى الملك خالد في حفر الباطن. الأمر أثار حالة من الحزن والصدمة في الأردن بعد إعلان خبر الوفاة، حيث كان يذهب للسعودية للعمل من أجل أسرته. هذا ما صدم الشعب الأردني أكثر وجعلهم في غاية الحزن والصدمة. والبقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.